أهلا بيكم في عالم السينما. فيلمنا النهاردة بيحكي قصة حقيقية عن طفل عنده 6 سنين فقد كل أهله وكل حاجة، وفي لحظة اتحول من مجرد يتيم لأصغر جندي في الحرب. فيلمنا بيبدأ في روسيا مع طفل صغير اسمه سيرجي قاعد جنب النهر مع أمه وأخوه وبيضحكوا وبيستمتعوا بوقتهم مع بعض. سيرجي بيحب يتسلق الشجر فبيطلع فوق شجرة عالية وبيفرح إنه وصل للقمة وبيبص عليها من فوق وهو مبسوط إنه قدر يعمل كده. لكن فجأة بتعدي طيارة حربية ألمانية بسرعة من فوقهم وأمه بتصرخ وبتنادي عليه هو واخوه وبتقول لهم يستخبوا بسرعه في الزرع عشان ما حدش من الجنود يشوفهم. كانت الحرب العالميه الثانيه شغاله والجنود الالمان بيقتلوا اي حد يقابلهم، بس السيرجي اللي عمره 6 سنين بيرد عليها بكل براءه وبيقول انه مش بيخاف من الاعداء. بيطلع النبله بتاعته وبيحدف على الطياره بحجر صغير. بعدها حاجه غريبه بتحصل، الطياره بتنزل وبتنفجر فعلا، لكن لما بيبص حواليه بيلاقي ان امه واخوه اختفوا. هنا بقى بنكتشف ان كل ده كان حلم، وسيرجي بيصحى من نومه مفزوع وبيندى على امه وهو خايف ومتلخبط، وفجاه بيخبط حد على الباب فبيقوم بسرعه يفتحه. هو فاكر ان اللي جاي دي امه، لكن اللي بتدخل واحده من الجيران شكلها مرعوب وخايفه. اول ما بتشوف سيرجي بتحمد ربنا انه لسه عايش وبتقوله على خبر صعب جدا، بتبلغه انه امه واخوه اتقتلوا وانهم مش هيجوا تاني. الطفل مش بيصدق، مش قادر يستوعب اللي سمعه. بيقول لها انه هيستنى امه ترجع وانها اكيد جايه، لكن الست بترد عليه ان الجنود الالمان هجموا على المكان وانه لازم يهرب فورا. وفجاه بيظهروا جنود حوالين البيت. الست بتزعق له وبتقول له يهرب من الشباك بسرعه، وفعلا سيرجي بيرجع وينط من الشباك والست بتحاول تلحقه، لكن الجنود بيطلقوا عليها النار وبيموتوها. سيرجي بيجري من البيت وقلبه مليان خوف ووجع، ولما بيبعد شويه بيبص وراه وبيشوف ان الحي اللي كان فيه بيتحرق بالكامل، نار ودخان في كل حته وكل اللي حواليه بينهار. بيقف مكانه ودموعه نازله وبيصرخ على اسم امه وبيجري في وسط الغابه وهو تايه وخايف. وفي الاخر بيوصل لمنطقه وسط الاشجار وبيفضل ينادي على امه، لكن مفيش صوت بيرد عليه، وبيبات لوحده وسط الضلمه هو مش عارف ايه اللي ممكن يحصل له تاني. تاني يوم سيرجي بيصحى من النوم وهو تعبان وجعان وبيمشي على النهر يشرب شويه ميه، وفجاه بيشوف جنود المان معديين من جنبه، بس لحسن حظه ما خدوش بالهم منه. على طول بيجري بسرعه وبيستخبى جوه جذور شجره كبيره، وهناك بيتفاجئ بثعبان ضخم بيتحرك حواليه، لكنه بيقعد ساكت وما بيتهزش لانه كان مرعوب من الجنود اكتر بكتير من الثعبان نفسه. الجنود بيقعدوا شويه جنب النهر يولعوا نار وياكلوا وبعدها يتحركوا، وساعتها سيرجي بيستغل الفرصه ويروح مكانهم وياكل من بواقي اكلهم اللي كانوا سايبينه مرمي. وبعد يوم طويل الطفل بيكون مرهق جدا ومر عليه يومين من غير ما ياكل اكله عدله ولا ينام مرتاح، وكل ده وهو تايه في الغابة مش عارف يروح فين. وهو ماشي بيقابل طير بري فبيهجم عليه وياكله، لكن فجأة بيحصل انفجار ضخم وراه بيرميه على الأرض ويقوم وهو دايخ مش عارف قدامه كويس. ساعتها بيتهيأله إن في حد ماشي وراه بسبب الصدمة، فبيمسك عصاية ويمثل إنها بندقية وبيتكلم لوحده مع اللي فاكره بيتبعه، وبيقول له إنه مش خايف ومعاه سلاح، وبيكمل يمشي لحد ما يقع من التعب ويفقد الوعي. بعد شوية وهو مرمي على الأرض بيعدي جنديين روس ويلاقوه فبياخدوه معاهم على المعسكر. هناك بيكون في قائد كتيبة اسمه كوزنتسوف واقف مستني رجالة الدورية ترجع، ولما بيوصلوا ومعهم سيرجي بيشوفوا تعبان شكله مهدود من التعب وقلة الأكل. القائد بيطمنه ويقول له إنه بأمان دلوقتي، فسيرجي بيقرب منه وبيمد إيده يسلم عليه بطريقة بريئة جدا لدرجة الجنود بيضحكوا من حركاته العفوية. وهو واقف مستني القائد يرد عليه السلام، الجنود بيحبوه من أول لحظة، وواحد منهم بيديله مية يشرب وبيأكله، حتى القائد نفسه بيبان عليه إنه مهتم بيه. بعد كده بياخدوه على المستشفى، وهناك بتعالج سيرجي ممرضة عسكرية اسمها كاتيا، والطفل بيعجب بيها وبيحبها من طيب طبعها، فبيقول لها انه عايز يبقى جندي لما يكبر، وبيطلب منها ترسم له دبابة على بطنه مكان الجروح، وفعلا بترسمها له وبيفرح بيها جدا. في الوقت ده سيرجي بيتعرف على باقي المصابين في المستشفى وبيفضل يلعب ويهزر معاهم وهم نايمين في السراير. كان معجب بمسدس القائد وشارة بدلته وفضل يسأل عنه ويتكلم معاه، والقائد ما صدش، بالعكس فك المسدس من رصاصه واداهوله يلعب بيه. سيرجي فضل يوري لكل حواليه رسمة الدبابة على بطنه ويقول لهم انه لما يكبر هيبقى جندي شجاع وهينتقم من الاعداء. ومع الايام حالته الصحيه بدات تتحسن وبقى احسن كتير. وقتها كاتيا طلبت من القائد انه يسيب الطفل يعيش في المعسكر معاهم، لكن القائد رفض وقال ان المكان ده مش امن عليه وناوي يوديه ملجأ ايتام. وفي المعسكر العساكر كانوا متعلقين جدا بسيرجي وكل يوم كانوا يلعبوا معاه في المستشفى وقت فراغهم، وكانوا يحبوه لدرجه انهم بقوا يجيبوا له اكل من بيوتهم من اللي اهاليهم طبخوه وبعتوه ليهم. حتى المنظار العسكري خلوه يجربوا يلعب بيه وكانوا مبسوطين بيه جدا. وفي يوم واحد من العساكر راح للقائد وطلب
وطلب منه يخلي سيرجي يفضل معاهم في المعسكر، وقال له ان وجوده بيريحهم شويه من ضغط الحرب وبيخلي جو المكان اخف. لكن القائد كان مصمم على رايه وقال انه لازم يبعتوا الملجأ عشان سلامته. تاني يوم الالمان هاجموا المعسكرات الروسيه وكان في عدد كبير من الجنود اتصابوا، وفي وسط الزحمه دي وصلت عربيه مخصوص عشان تاخد سيرجي على الملجأ. فالقائد ندهله واداله مسدس خشب لعبه هديه قبل ما يمشي. سيرجي حضنه وقال انه خايف عليه وعايز يفضل معاه، وكلامه لمس قلب القائد وغير رايه وقرر يخليه معاه ويعتبروه زي ابنه بالظبط. وبالليل المعسكر كله كان فرحان والجنود كانوا طايرين من سعاده عشان سيرجي مش هيمشي وهيفضل معاهم، واحتفلوا بيه وعملوا له بدله عسكريه مخصوص. تاني يوم الصبح القائد صحاه من النوم واداله البدله بنفسه، وسيرجي فرح بيها جدا، ولما لبسها كان شكله عامل زي العسكري الحقيقي، وفضل يجري في المعسكر والعساكر بيهزروا معاه ومبسوطين بيه. وفجأة وهم في قمة الفرح طيارات ألمانية ظهرت فوق المعسكر والدنيا اتقلبت، والعساكر بدأوا يتحركوا بسرعة وكان لازم يخبوا سيرجي في مكان آمن. ولما المعركة بدأت والناس اتصابت سيرجي حس انه عايز يساعد بأي طريقة، فراح جاب مية وبدأ يسقي المصابين، وكان واحد منهم عينه متغطية ومش قادر يقرأ، فطلب من سيرجي يقرأ له جواب من أهله. سيرجي ما بيعرفش يقرأ فبدأ يخمن ويفتي، وقال له ان البقرة بتاعته بخير في المزرعة. المصاب استغرب وقال له انا ما عنديش بقرة اصلا. فدخل واحد تاني من المصابين وقال له ماشي يا عم خده على قد عقله، وضحكوا. وبعد كده سيرجي فضل يلف على باقي المصابين يقرا لهم الجوابات بطريقته، والجنود كانوا مبسوطين جدا من اللي بيعمله وحاسين انه بيخفف عنهم. في الوقت ده القائد كان قاعد مع كاتيا وبداوا يتكلموا، وبنفهم انهم بيحبوا بعض بس لسه ولا حد فيهم قال حاجه للتاني. وبعد فتره سيرجي راح يتكلم مع القائد اللي بقى زي ابوه، وقال له انه دلوقتي شايف نفسه جندي حقيقي في المعسكر، وبدا يعرف نفسه بتحيه عسكريه. وهم ماشيين سوا لقوا نقطه عسكريه كانت متدمره بسبب الانفجارات، وسيرجي قال للقائد يقلع القبعه احتراما لارواح الشهداء، وفعلا القائد سمع كلامه. تاني يوم سيرجي راح للقائد واصر انه يكون عنده مهمه، فالقائد خلى مهمته توزيع الجوابات على الجنود، وفعلا سيرجي راح ونجح في المهمه، وكان الكل فرحان من الجوابات ومن ان سيرجي هو اللي جابها لهم. وفي يوم وهو ماشي لوحده بعيد عن المعسكر ومع المنظار كان بيلعب بيه، وفجاه لاحظ راجل طالع من قش، جري بسرعه للمعسكر وقال للجنود، بس هم افتكروا انه بيهزر او بيتخيل، بس راح معاهم عشان يتاكدوا. ولما وصلوا فعلا لقوا حركه في الكوم وطلع منه جنديين المان وقبضوا عليهم. الكل فضل يشكر في سيرجي ويتكلموا عن ذكائه، وقالوا انه السبب في الانجاز ده وانه انقذ حياه جنود كانوا ممكن يموتوا. وبالليل القائد كان فرحان جدا بسيرجي وقعد يوري له اوراق رسميه بتثبت انه بقى والده بالتبني بشكل رسمي، وانه من دلوقتي بيعتبره ابنه قدام الكل. وسيرجي كان فاهم ان القائد بيحب كاتيا فحب يرد له الجميل، وقرر ياخده عندها عشان يساعده يعترف لها بحبه. لكن وهم رايحين لها شافوها واقفه مع جندي لوحدهم، فسيرجي افتكر انهم ممكن تكون بتحب حد تاني، وده خلى شكله يتغير. وبعدها على طول الالمان هجموا على القاعده الروسيه تاني، والمره دي سيرجي ساعد بكل اللي يقدر عليه، وكان بينقل الذخيره للجنود اللي واقفين في الخنادق الاماميه. العساكر قالوا له يرجع للخيمه عشان المكان خطر وانه ممكن يموت، وفعلا رجع. لكن في الخيمه لاحظ ان القائد والجنود باين عليهم القلق عشان الاتصال بالكولونيل كان مقطوع ومش قادرين يوصلوا له. فواحد من الجنود طلع وسط القصف عشان يحاول يصلح السلك، وبعد شويه سيرجي طلع وراه لكنه لقى الجندي مصاب ومش قادر يتحرك. فسيرجي سأل بسرعه ازاي يصلح السلك، ولما قال له الطريقه الولد راح بنفسه وفعلا صلحه، وقدر يرجع الاتصال تاني ما بين القائد والكولونيل وطلبوا قوات دعم. وباللي عمله سيرجي وهو عنده كام سنه بس انقذ حياه ناس كتير كانت بتحارب، وكل ده بسبب شجاعته. بعد المعركه القائد كان واقف مع كاتيا على ضفاف النهر وقرر يقول لها اللي جواه، واعترف لها انه بيحبها وطلب منها تكون ام لسيرجي. وكاتيا كانت فرحانه جدا بالكلام ده ولسه ترد عليه، لكن جندي جه فجاه وادى للقائد رساله. في الرساله كان مكتوب ان الكتيبه هتتنقل من القاعده دي لقاعده تانية. وفي تاني يوم فعلا الجنود اتحركوا معاهم سيرجي اللي كان ماشي معاهم زي اي فرد منهم، وهم في الطريق دخلوا بالغلط في حقل الغام وانفجرت عربيات عسكريه ومات جنود كان سيرجي قريب منهم جدا. القائد وقتها حضنه بسرعه وكان خايف عليه جدا كانه ابنه بجد، وسيرجي فضل يعيط في حضنه من الصدمه. بعدها شالوا المصابين وكملوا طريقهم للقاعده الجديده، ولما وصلوا هناك استقبلهم الجنرال المسؤول وكان مبهور بسيرجي وهنأ القائد على ابنه الشجاع. تاني يوم الكتيبه كلها اتكرمت وخدوا وسام الشرف، وكان سيرجي من ضمنهم وطلع بنفسه السلم الوسام وقال القسم العسكري قدام الكل وحلف انه يحمي بلده بكل اخلاص. وفي ليله تانية القاعده تعرضت لهجوم عنيف والقذائف نزلت عليهم، وكان القائد وقتها تحت ركام وما بيقدرش يتحرك. سيرجي كان بيعيط وخايف عليه جدا وفضل يحاول يشيله بنفسه، ولما ما عرفش يجري بسرعه نادى على باقي الجنود ورجعوا معاه وساعدوا القائد وطلعوه من تحت الحطام. وتاني يوم سيرجي راح يزور ابو القائد في المستشفى وهو لسه نايم على السرير بعد ما اتصاب في المعركه الاخيره، وكانت ايد سيرجي كمان متعوره جامد من الاصابه اللي جات له وهو بيحاول ينقذ ابوه وقت الهجوم. الولد بقى رمز لكل اللي في الجيش وفعلا بقى مصدر الهام لكل جنود الروس، وكان الكل بيحترمه وبيقدره على شجاعته رغم انه صغير في السن، ومع ان ما بقاش له اهل لكن بقى بيعتبر ان الجيش هو عيلته وابوه هو القائد وكاتيا زي
زي امه، وفضل يكمل معاهم في كل المعارك اللي كانوا بيخوضوها. وفي النهايه الكتيبه كلها اتنقلت لقاعده جديده وسافروا لبولندا، وهناك سيرجي بقى معروف على مستوى واسع، وكل الناس بدات تتكلم عنه واعتبروه اصغر محارب في التاريخ. لو وصلت للنقطه دي والفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشترك وتفعل زر الجرس عشان اول ما الفيديو الجديد ينزل يجي لك اشعار وما يفوتكش ولا ملخص. سلام.